7 سنوات شنو سويت للبصره؟ لا بالبدايه هو انا طلبت من عنده انه يمتى تنحل مشكله الماي. نعم. بعدين كمل حكي هو. ولما قلت له 7 سنين نعم. وراها قلت له ليش ما بنيت محطات؟ هاي المحطات هم قطعوها. ليش ما بنيت محطات؟ انا يعني باعتبار صار 7 سنوات مجرد ليش ما بنيت محطات والاموال مرصوده؟ اي بالضبط. نعم. مجرد انه انا طالبته بالماء، انا لا طالبته بخدمات ولا طالبته بشوارع ولا طالبته بحدائق. نعم. ما حكيت هذن كلن ولا جبت طاريين. نعم. مجرد انه انا طالبته بس بالماء، لان تاذينا بالماء كلش تاذينا. وقدام الاعلام هو عنده قناه جاي يصوره، وانا قلت له اطلع لك جسمي تشوفه، وهسه اذا تردون هم اطلع جسمي تشوفونه، وبناتي رؤوسهن كلها حب من وراء الماي بسبه الماي، والناس كلها اللي جاي تشكي. يعني انا الوحيد اللي شكيت من الماي. بالعكس انت مطلبك قانوني، رصدت المسؤول ووصلت له مناشدتك. اليوم اكو تصريح للسيد محافظ البصره قال عليه قيد جنائي، او انت سابقا كنت سارق ومفصول من الداخليه. شنو انت وضح لنا؟ اول شيء هو منو بالعراق ما عنده قيد جنائي. نعم. ثانيا هو بنفسه الشيخ اسعد العيداني هو بنفسه هم عنده قيد جنائي. نعم. انت هسه لما شهرتني قدام النسوان هذول اللي يمك وقلت هذا عنده قيد جنائي، وشهرت بيه قدام العالم، والناس شافتني واهلي شافوني وجيراننا شافوني. نوع القيد الجنائي كان عندك؟ وضح للجمهور. النوع القيد الجنائي اللي كان عندي هو مشاجره، وفروها علي صارت سرقه. مشاجره انت يا من؟ مشاجره انا وولد، كنت انا ونسابتي. نعم. وبالطريق انا تعاركت ويا ولد، وهم اللي فروها علي قالوا هذا يريد يبوقنا. يمتى موعد هاي المشاجره؟ هاي بالسقوط. بالسقوط. اي بالسقوط. سيد محافظ البصره ذكرته هسه بالسقوط هاي المشاجره. يعني انت رحت دورت وطلعت ونبشت، يعني انا ما مسوي لك شيء، مجرد سالتك سؤال، والسؤال هذا ما بيشي حق مشروع الكل مواطن يسالك هذا السؤال، وانت من حقك تجاوب. بس انت لما هنتني قدام العالم وقلت انا المثلك، هاي كلش قويه. المثلك خلينا يوقف ويحكي ويانا، يعني استهانيت بيه وهنتني قدام العالم. فانا رجعت من فعل وصورت الفيديو وقلت اسعد العيداني هددني. هذا الموضوع اللي صار. هسه تريد ماي بعد لو ما تريد؟ طبعا اريد ماي. بعدك تريد ماي؟ طبعا اكيد اريد ماي. ليش ما نبطل من الماي؟ ما طالب حصتك من النفط؟ حصتي من النفط بعد هي ماكوله. ماكوله. هسه بالبلدان المتقدمه المسؤول بوي شكله ويفتر يهم العالم. هسه مواطن استغرب شاف له مسؤول قال له يابا هذه معاناتنا افضل من ما يقصوره ويقول لك علي وياك علي، وبالتالي ابو المثل يقول لك امشي ورا اللي بتشيك ولا تمشي ورا اللي مضحكك. هذا مواطن راواك وجعه المفروض انت تداويه، وانت رئيس اللجنه الامنيه والوحده الاداريه ورئيس كتله تصميم وشيخ ومهندس، وعندك كتله نيابيه وعندك كتله في مجلس المحافظه، وبالتالي وزير الموارد المائيه تابع الى كتلتك. فيا محافظ البصره اتحمل الناس طالما هم متحملين وجع الدوله. راد ماي طالع اليوم انت بديوان المحافظه وترد عليه، وبالتالي هذا قذف وتشهير عندما تقول هذا سارق وعليه قيد جنائي. هذا الرد من عندي انا بالدفاع عنه الان، باعتبارنا ناشطين حقوقيين ماضيين بحقوق الناس بالبصره المستضعفه. وعندك تصريح انت بنفسك يا محافظ البصره، وهذا التصريح بتليفوني، صرحت قلت 229 مليار مرصوده بحساب المحافظه، بحساب محافظه البصره من اجل نصب محطات تحليه. وهو سالك صار 7 سنوات وين المحطات التحليه؟ ماكو لا محطات تحليه، لا محطات تحليه ولا شيء. نور زهير باقي التريليونات. انت عندك قيد جنائي، نور زهير ما عنده قيد جنائي. الله والله لو نحكي ندري بيه احنا كله قسما بالله ما يخلونا نعيش ساعه، بس المواطن مغشوش الى الظاهر. حسبي الله ونعم الوكيل.